بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنحكي قصة آدم عليه السلام وعداوة إبليس. خلق الله تعالى آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه، فسجدوا كل الملائكة لآدم إلا إبليس لم يسجد. فأمر الله تعالى آدم عليه السلام أن يدخل الجنة وأن لا يأكل من كل الثمار إلا شجرة واحدة. فاغتاظ إبليس وصار يوسوس لآدم عليه السلام حتى أكل آدم من الشجرة، فأنزل الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض. وهكذا نرى أن عداوة إبليس منذ أن خلق الله تعالى الإنسان حتى يوم القيامة. ولكن هل تركنا الله أن نواجه هذه العداوة لوحدنا؟ بالطبع لا، أرسل لنا هدية عظيمة لتحمينا من وسوسة الشيطان. تفضلي يا حسناء وافتحي الهدية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.